سلام، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حنقترح عليكم تاني اقتراح من حلويات العيد. راني حندير معكم ان غاتو اونسيان، حنديرو غاتو تاع زمان زمان اللي هي وصفه الجلجلانيه بمقادير جد سهله، ما فيهاش لا فارين وما فيهاش تاني لا مارغارين، وحتجي بزاف بنينه. هذيك الجلجلانيه تاع زمان اللي تجي معسله بيان وتجي اون ميم طون معلكه. نقول لكم هذا الكاطو تقدروا تسربوه تاني مع لاتاي، يجي بزاف بنين بريزونطابل وسهل. نقول لكم بلا ما تروحوا بعيد تتبعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه نشوفوا هنايا لي زانغريديون. كما قلت لكم عندنا مكونات جد بسيطه وسهله. اول حاجه عندي هنايا ان ميلونج تاع 3 كيلات. درت كيلو ونص تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي بقشورو، ودرت كيلو ونص واحده اخرى تاع جلجلان يكون تانيك محمص ومرحي. صافي كلوتو عندنا 3 كيلات. كيلت بهاد لو بول اللي راني نوريه لكم، نفس البول اللي كيلت به السكر. عندي هنايا تاني كيله تاع السكر موان ان دوا، ناقص اصبع. ما نكتروش بزاف السكر باسكو لو غاتو تاعنا حيكون معسل، والكاوكاو ما ترحوش بزاف رقيق، يعني يكون ليجيرمون متوسط. نحتاجو هنا 3 حبيبات ولاد الدجاج ما راح نديروهم على جهه، نبداو نخدمو غير بشويه. نحتاجو لا فاني، لو زيست تاع السيترون، وبلا ما نساو بيان سور قريصه تاع الملح. كما قلت لكم المكونات جد سهله وبسيطه. والكاوكاو ديروه بقشورو باش يزيد لكم بنه هايله في الجلجلانيه ديالكم. كما شفتوا هنايا ضفت هذيك الكيله موان ان دوا تاع السكر، سكر عاديه ماشي سكر غلاس. زدت ضفت لافاني، لو زيست تاع السيترون. لو زيست باردون تاع السيترون حيعطينا مذاق هايل في لو غاتو تاعنا. بلا ما نساو تانيك رشيشه تاع الملح. بعد ما حطيت كامل هذوك لي زانغريديون ناشفين، هنا نبدا نخلط فيهم غير بلا سباتول ولا بيدكم، نخلطوهم بيان حتى يتمزجوا لنا تري بيان. من جهه واحده اخرى هنايا بعد ما خلطت بيان هذوك لي زانغريديون ناشفين، هنا حنبدا نجمع لو غاتو ديالي ولا لاباري تاع الغاتو بلولاد الدجاج. كما قلت لكم عندي هنايا 3 ماشي حنستعملهم على ضربه، نبدا نستعمل بالحبيبه. وسيو خيروا ولاد الدجاج ديالكم اللي يكون ابوبري من نفس الحجم، يكون الوزن ديالو كيف. فوالا نديرو هنايا الحبيبه تاع ولاد الدجاج الاولانيه تكون كامله بالصفار بالبياض، ونبداو نضمو في الجلجلان هذاك ديالنا مع الكاوكاو والمكونات اللي ضفناهم، ونشوفوا القوام وين رانا واصلين. لا تبدا تحكم روحها ونقدروا نشكلوها ولا لا. كيما راكم تشوفوا بعد ما درت الحبه الاولى لاباط ديالي ولا الخليط باردون تاع لو غاتو ما حكمش روحو، الوغ جيتي اوبليجي نزيد الحبيبه دوزيام كيف بالصفار بالبياض. فوالا وهنايا كيما راكم تشوفوا زدت فتحت فقست الحبيبه الثالثه. وهنا ما راح نديرها على ضربه، نضربها شويه نخلطوها بيان، نخلطوا الحبيبه تاع ولاد الدجاج ديالنا ونبداو نديرو بالكميات القلال هكذا باش ما تجرالناش لاباري تاعنا تاع الكاطو. فوالا ندير نصف الكميه، نكمل توجور نطمها بيدي. لا شتها تحكمت نحبس ما نزيدلهاش الكميه الاخرى تاع الولاد الدجاج. لا شتها ناقصه بيان سور نضيفها. نتوما كي تكونوا تخدموا ابداو شكلوا بيدكم باش تعرفوا انكم واصلين بيان سور. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا انا الخليط ديالي هنايا كان حكم روحو شد روحو بيان. الوغ ما زدتش هذاك بهذيك النصف الكميه تاع الحبيبه تاع ولاد الدجاج، لا مواتي برك حكمت روحها. وشوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تولي. نقدر نشكلها هكذا كره صغيره ولا اون بتيت بول. هنا نعرفوا بلي لاباري تاعنا تاع لو غاتو راهي واجده بوغ لو فاسوناج. واش راح نديروا؟ لازم نخلوها هنايا تريح مده نص ساعه، من الضروري انكم تخلوها تريح. ديروها في بابي فيلم ولا ان بابي دو كونجيلاسيون ولا ان ساكون بلاستيك. فوالا سقموها بيان وخلوها تريح. كي تخلوها تريح راح تعطيكم طوع ابري في الخدمه. لو كان تخدموا بها ديراكتومون راهي رايحه تبدا تطلق روحها هاد لا فارس اللي خدمناها كيف وما تقدروش تحكموا فيها وتشكلوها. ومن تاني قد ما تخلوها تريح قد ما الكاطو تاعنا حيجينا معلك، هذاك السكر يطلق كامل روحو على هذيك الجلجلان والكاوكاو، حيعطينا هذاك القوام اللي يجي لو كاطو تاعنا معلك ويجي بزاف بنين. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما استويتها بيان ولازم تغلفوها باش ما يضربهاش الريح وما تنشفش. كما قلت لكم نخلوها تريح شويه برك. بعد ما ريحت لي نجي نفتحها هنايا باش نبدا نفاصوني لو غاتو ديالي بطريقه جد سهله. انا هنايا كنت خليتها ريحه 30 دقيقه مده نص ساعه، كانت كافيه باش لا فارس تاعي تريح تري بيان. هنا ديراكتومون نبداو نشكلو في الكاطو تاعنا. نقسم كميه بيان سور،
شوفوا تتقسم فاسيلمون. وصدقوني في هذه المرحله راح تبداو تفيقوا باللي الجلجلانيه ديالكم راح تجيكم ناجحه. في هذه المرحله حتبداو تحسوا بهذاك التعلاك اللي جينا في لو غاتو. نبداو نفاصونيو هنايا في الكميه اللي عندنا. هاي لك هنايا بعد ما حليتها، ما السمك تاعها ما يكونش بزاف رقيق وما تكونش تاني خشينه. هم ليك الحبيبات الاولين اللي كنت فاصونيتهم باردون. فوالا السمك تاعها يا ربي يكون واحد 1 سنتيمتر هكداك. وشوفوا هنايا راهي ناشفه ماهيش تلصق لي في يدي، باسكو خليناها ريحه مده نص ساعه كما قلت لكم. انا حنديرها على شكل تاع زمان، شكل دي تريونغل مثلثات، وانتم ديروها الشكل اللي حبيتو. تقدروا ديروها حربوش ولا انبوده وتقسموها مقروطات صغار، تقدروا ديروها دي بتيت بول، كل واحد يديرها بالشكل اللي يحب. تقدروا ميم تاني ديروها في المول تاع السيليكون. انا حبيت نغاردي لا توش تاع زمان. فوالا نقسمها كامل، نشكلها مثلثات صغار، وهنايا نبداو نرفدو فيها. شوفوا حتترفد معنا فاسيلمون. عاون تروحي بإن سباتول ولا تقدروا تعاونوا روحكم من تانيك بموس ولا اوليك الشكل اللي تحصلوا عليه. شوفوا هنا السمك كيفاش يكون، حوالي 1 سنتيمتر كما قلت لكم. ابري نزيدو نبلاطيوها شويه باش ما تجيناش بزاف عاليه. فوالا نشكلوها بهذا الشكل، نزيدو نستويوها بيان بيدنا، وحنا تحصلنا على شكل شباب وشكل سامبل. وانتوما كما قلت لكم ديروا الشكل اللي يساعدكم واللي تحبوا بيان سور. بعد ما شكلت الحبيبات تاع الحلوه ديالي، هنا كيما راكم تشوفوا راني بديت ندير لها في لا ديكو تاعها بالجلجلان. ديكور جيت سامبل وعلى طريقه زمان. عندي هنايا ان بلون دوف بايات تاع حبيبه ولاد الدجاج، ضربته بلا فورشات ودرت له كميه قليله تاع لافاني وزوج قطرات برك من جو تاع القارص، جو سيترون هكذا باش نتغلبوا على ديك الريحه تاع ولاد الدجاج. ومن جهه واحده اخرى راني نرمد الكاطو ديالي في الجلجلان. الجلجلان ديالي هنايا ما راهوش محمص، كي ندخلوه للفوغ راح يتحمر ويتحمص كما شفتوا. نطلوها شويه بهذاك لو بلون دوف ونرمدوها كاريمون ولا نغروبيوها كاريمون في الجلجلان هكذا باش يلصق لنا في الحبه تاع الكاطو ديالنا. طريقه جد سهله، كاطو ساهل وبنين. فوالا نغروبيوها باردون كامل صاير داير ونتحصلوا على هذا الشكل. فوالا هنايا بعد ما كملت كامل الحبيبات ديالي شعلت الفوغ على لافونس. الحلوه تاع الجلجلانيه ما تاخذش مده طويله في الطياب، نحطوها جوست تنشف. هذا ما كان غير تشوفوها حمارت وبدات تتشقق تعرفوا بلو لو غاتو تاعكم راهو واجد. فوالا هنايا بعد ما طابت وهي سخونه راهي تفور. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه، كما راكم تشوفوا يجوا فيها دي بتيت فيسور تشققات صغار. وكما قلت لكم يا ربي 10 دقائق خليتها نشفت برك. السر تاعها تانيك كامل راهو في الطياب، ما تخلوهاش طيب بزاف سينو ابري ما تتشرب لكمش العسل وتجيكم يابسه. من جهه واحده اخرى جبت هنايا عسل، ما زدت له حتى اضافات، راهو سامبل. درت عسل سامبل تاع لي بواط اللي نشروه برا. العسل راهو بارد بيان سور، ولو غاتو تاعي راهو سخون. لازم الحلوه تاعنا تكون سخونه تري بيان باش تتشرب لنا حتى للداخل. نديروا عليها شويه عسل نخلوها تشرب بيان، ابري نقطروها. فوالا كيما راكم تشوفوا ونشوفوا الحلوه تاعنا في الشكل النهائي بيان سور. فوالا هنا لو غاتو تاعنا راه واجد، اللي كانت جلجلانيه على طريقه زمان. هاوليك الشكل تاعها النهائي. درت لها ديكور خفيف، درت لها نص حبه تاع لا سيريس كونفيت. كان عندي شويه جوز قلت نديرو هكذا باش نزيدو اون توش ديكوراتيف تكون شابه، وشويه تاع لا في دور. بالنسبه لا ديكو يولي الاختيار ليكم بيان سور، تقدروا ميم تخلوها سامبل ما تزيدوا لها حتى حاجه. صراحه درت بزاف بريزونطابل بنينه، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وكما شفتوا طريقه التحضير تاعها جد سهله، وميم تانيك بالنسبه لي زانغريديون ما يكلفوناش بزاف. وهنا نقسموها باش نشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. صراحه تجي هايله، خليتها قطرت بيان، درت لها لا ديكو تاعها وقدمتها معكم كما راكم تشوفوا. هنا شوفوا كي نقسموها كيفاش تتقسم. ملا فيديو راهي تبان باللي معلكه من الداخل.
تجي طريه او ميم طون معلكه. النجاح تاع الجلجلانيه تاع زمان ماشي اللي فيها لا فارين ولا مارغارين، تجي معلكه من الداخل وتجي معسله، تجي بزاف بنينه اون ديغي راكم تاكلوا في النوكا. صراحه جات بزاف بنينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. الا جربتوها شاركوني تطبيقاتكم على الرابط تاع الانستغرام، راكم تلقاوه في صندوق الوصف. انا نقول لكم غير جربوها باسكو سهله، ما تحكمش بزاف لي زانغريديون، ما تحكمش تانيك بزاف الوقت، والنتيجه تاعها راح تكون ما شاء الله. تحمروا بها وجهكم في لا طابل تاع العيد. كما قلت لكم تقدروا تسربوها مع لاتاي، كاين بزاف ناس اللي يحبوا يسربوا لاتاي في العيد. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. نقولكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفات جديده. مع السلامه.